كيغلظ من داكشي الرفيع وكيعطيك ديك الفورمه او ديك لاطاي اللي نتي كتحلمي بها فواحد الوقت اللي هو قياسي في ظرف 12 يوم. السلام عليكم ومرحبا بكم في فيديو جديد على قناتي. نتمنى ان شاء الله يلقاكم هذا الفيديو بافضل الصحه والعافيه. فيديو اليوم ان شاء الله غادي نهضر لكم على هذا الحبوب او هذا الفنيد اللي الاسم ديالو بيتاستين. فاليوم غادي نهضر لكم على دوره في زياده الوزن وكذلك واش عنده شي اعراض على الصحه ديالنا. قبل ما نبداو في الموضوع ما تنساوش تشتركوا في القناه ديالي اللي ما مشتركش فيها، والتعليقات ديالكم كتهمني وتعطيوني الاراء ديالكم في التعليقات، وما تنساوناش باللايكات لانه اللايك كيطلع لا فيديو. ونبداو على بركه الله. اليوم ان شاء الله غادي نهضر لكم على هاد الاقراص اللي هي بيتاستين اللي كيستعملوه بزاف ديال البنات باش كيزيدوا في الوزن، وبالفعل هو كيزيد في الوزن. هاد بيتاستين فيه بزاف ديال الانواع، منهم اوراديكسيون، سيليستا، فيه بزاف ديال الانواع، بزاف ما نقدرش نقولهم كاملين، ولكن هو راه فيه بزاف ديال الانواع ديال هاد بيتاستين. واكثر استعمالا في هذه الفتره حاليا كنلقاهم كيستعملوه بزاف في هاد بيتاستين بين البنات والمراهقات في هاد الوقت، لان الثمن ديالو ما غاليش بزاف اللي هو 36 درهم فاصلة 60. واول شيء غادي نعرفكم على بيتاستين شنو هو بعدا. هو هاد بيتاستين دواء ديال كورتيكويد اللي كيستعملوه الناس اللي مرض بالربو. الربو اللي يعني هي الضيقه، وكذلك الناس اللي عندهم الحساسيه، وهو مضاد للالتهابات. وكيستعملوه الناس اللي واصل الحساسيه مزمنه اللي كيوصفوا لهم الميدسان هاد الاقراص لمده معينه من 4 ايام الى 10 ايام. اما بالنسبه للناس اللي كتاخذوا باش كتزيد في الوزن وكتخلطوا مع السيرويات، كنحضركم بزاف. يمكن هاد الاقراص هادو يحدث تفاعل ما بين اي سيرو كتخلطوه معاهم. بزاف كيخلطوه مع السيرو ديال فتح الشهيه، كلكم كتعرفوا الاسماء ديالهم. كاينين بزاف ديال الانواع ديال السيرويات لفتح الشهيه، وبزاف منهم بعض البنات اللي كيخلطوا هاد بيتاستين مع هاد السيرويات هادو. ولكن الناس ما كتعرفش بانه شحال من وحده خرج عليها وشحال من وحده مشات ضحيه ديال هاد الاقراص مع هاد السيرو هذا. شحال من وحده الله يستر ماتت بهاد التفاعل ديال هاد الاقراص مع هاد السيرويات هادو اللي كياخذوهم معاهم. شحال من وحده الله يستر تشلات، شحال من وحده تنفخوا لها الرجلين لانهم كياخذوا هاد الاقراص بدون استشاره طبيه غير منهم راسهم. وشحال وحده كيوقع لها تسمم وحتى كيديموا للامانه مات. وبالنسبه للناس اللي حتى هما كيديروه في العجنه، لانه عندك العجنه اللي هي واحد الفتره اللي ما كتراوحش 30 يوم، وهما كيديروه فيها وكيغامروا بريوسهم بزاف، وكطول عندهم هذيك العجنه وكيغامروا بريوسهم وبالحياه ديالهم. وهذا كثرت الاستعمال ديالو. هادشي علاش خرجت لكم انا بهاد لا فيديو. هاد بيتاستين لا راه ماشي شي حاجه اللي هي امنه، لانه راه كيؤدي الى الموت لا قدر الله، لانه المواد اللي فيه ما كتلاقاش مع شي ماده اخرى لانكم كتخلطوه مع سيرو، لانه الطبيب كيوصفه بوحدو للناس اللي مرضين بالضيقه، ما كيوصفوش للناس اللي باغيين يزيدوا في الوزن وكيخلطوه مع سيرويات اخرين، لانه كل سيرو وكيفاش الماده اللي كتكون فيه. وكيصبح انك كتاكلي غير في التسمم، فاش كتخلطيه مع ماده اخرى كتاكلي غير تسمم. وبالنسبه للناس اللي كيستعملوا هاد بيتاستين لمده طويله، راه كيدير الماء تحت الجلد وكيدير الماء ما بين العظم والجلد، خصوصا الركابي، كيدير حتى الماء في الركابي. وكذلك مع الاستعمال ديالو ديال فتره طويله، من كتقطعيه كترجعي كيف ما قلت لكم في الاول كيف ما كنتي، وكتبقى تجيك الفشله، ما كتبقاش تقدري توقفي على رجليك، ما كتبقاش عندك هذيك الطاقه اللي كانت عندك في الاول وهذاك الجهد اللي كان عندك في الاول. كيوليو ركابيك فشلانين خاويين عليك، ما كتقديش تزيدي بهم للقدام. فلهذا كنصحكم تبعدوا منه. ما تعرفي يدير لك شي خلل في الجسم ديالك لا قدر الله، الوزن ديالك باش يكون دائم استعملي وصفات طبيعيه وكيخربق غير الهرمونات. وتاني حاجه بالنسبه للفتاه اللي تكون ما مزوجاش وكتستعملوا كيف ما قلت لكم في الاول مع هذوك التخليطات، راه كيسبب لها حتى في العقم. فاش كتزوج كتلقى راسها انها ما فيها والو،
بصحة جيدة، ولكن ما حملاتش ما ولداتش. علاش؟ ما كتعرفش شنو هو السبب اللي يقدر يكون سبب من هاد الحبوب هادي. لان هاد الحبوب هادي كيف ما قلت لكم في الاول وغادي نعاود نقولها لكم خواتاتي، هاد الحبوب هادي كيستعملوهم الناس اللي مرضين بالضيقة والناس اللي مرضين بالحساسية المزمنة. هادو هما اللي كيستعملوا هاد الحبوب هادي ديال البيتاستين، وكيخرجها لهم الطبيب ديالهم البنات، وكيعطيهم معاها حمية. كيعطيهم هاد البيتاستين وكيعطيهم معاها ريجيم البنات، وكيتبعوا الطبيب وكيقول لهم ها شحال ديال الطبيب ديالهم ها شحال ديال المده اللي تاخذوا هاد البيتاستين وفوقاش تقطعوها. ماشي بحال بعض الفتيات كيف ما قلت لكم في الاول كياخذوها بطريقه عشوائيه. يا البنات كيكونوا صحاح ما فيهم لا حساسيه لا ضيقه لا حتى شي حاجه، وكينوضوا غير كيشوفوا شي وحده غلاضت باش غلطت بهادي، هذيك غلطت بهاد البيتاستين لانه فيها الضيقه وشربت هاد البيتاستين برات من الضيقه وزادت في الوزن. انت اختي ما فيك لا ضيقه لا حساسيه، علاش غادي تشربيها؟ غادي تمرضي راسك بحوايج اخرى، وغادي يخرجوا عندك اعراض اخرين وبزاف لا قدر الله. وكيسبب حتى هشاشة العظام، لانه يقدر لا قدر الله الا خرجتي بحال هكذا ولا غير عثرتي وطحتي في الساعه تهرسي، لانه كيسبب حتى هشاشة العظام. الانسان كيولي دغيا كيتهرس. انا بالحكم التجربه ديالي وبالحكم اللي شفت كنصح اي وحده ما تاخدوش وتاخد شي حاجه اللي هي صحيه